السلام عليكم. أنا زينب بومازة. لكل متتبعي حكايتي جيتكم بآخر المستجدات. يصرح ممثل عن إدارة الجامعة عن طريق قناة النهار ويقول باللي ما عنديش دبلوم تاع الماستر. هل أنا عندي القدرة ولا السلطة باه نجيب الدبلوم وحدي، ولا الإدارة هي اللي محبتش تمدهولي؟ في كل الأحوال أنا تسجيل تاعي في المسابقة كان قانوني، والدليل على ذلك أنه اسمي كان في قائمة المترشحين لاجتياز مسابقة الدكتوراه، وبلا ما نميعوا القضية، لأنه المشكل تاعي ماهوش مشكلة دبلوم ولا كفاءات ولا نزاهة امتحان وغيره. المشكل تاعي علاه حسبتولنا السوتونونس كامتحان استدراكي. أنا ستنيت لو 5 أكتوبر، ولكن لم يتم نشر أي إعلان يقول يجب مناقشة الرسائل قبل التواريخ التالية وإلا تحتسب كدورات استدراكية. على أي أساس قيمتولنا السوتونونس كامتحان استدراكي رغم وجود القرار الوزاري 362؟ جاوبوني على هذا الإشكال. علاه؟ أنا طالبت بحقي ونطالب به ورح نبقى نطالب بحقي، لأنه الجامعة الجزائرية هي الجزائريين، حنا اللي جدودنا حروا هاد البلاد، وعلى بالي باللي مازالوا كاينين رجال في هاد البلاد اللي راهي واقفة بهم. أنا قمت بتقديم طلب باش نقابل وزير التعليم العالي أو أحد ممثليه باعتبارهم السلطة الوصية، ونتمنى نلقى الرد القريب باه نطرح عليهم المشكل تاعي ويلقاولي حل قانوني. من فضلكم كل واحد شاهد هاد لا فيديو يبارطاجيها باش يوصل ميساجي وباه يوصل صوتي. ونشكر كل إنسان كومنتا ولا بارطاجة ولا درفو. شكرا جزيلا، وربي يحفظ هاد البلاد. شكرا.